وحشاكم فيديو جديد، بجاكم فيديو شرح وكالعادة فيديو مميز وراح أكيد يفيدكم. فقبل ما نبلش الفيديو شاركوا اللايك والاشتراك بالقناة. وبس بعرف اني ساحب، بس يعني شو نسوي مدرسة وهيك ما حطول عليكم. ورجعنا يعني بقوة هلا. بعرف دائما بقول هذا الشي، بس هالمرة رجعنا. واليوم رجعت لكم بشرح مميز، راح احكي شلون تسووا بيكون تحت المي. وهذا البيكون راح اشرح مو بس شلون تسووه، وانما شو فوائده وشلون تستعملوه بأحسن طريقة. فخلونا نبلش بالفيديو، وبس شباب بنرجع لكم. اوكي، فهلا البيكون نفسه شلون بدنا نسويه؟ بدك تاخد واحد من هارت اوف ذا سي، وهذا اللي بيتساءل وين بتلاقيه، هاد بتلاقيه جوا الكنوز. والكنوز وين بتلاقيها؟ بتلاقيها بالسفن الغرقانة، بتلاقيها بالمي او يعني بالبحر. فبتجيب خريطة الكنز، بتبحث عن الكنز وبتلاقي دائما فيها واحد هارت اوف ذا سي. بعدين بتاخد 8 من هدول الصدف، بتحطهم حواليها، وبيطلع لك الكونديت اسمه. وهذا هو البيكون تبع المي. طبعا اذا هلا حطيته بالمي هيك ما رح يشتغل، بس رح يضوي. فنحنا بدنا نلاقي طريقة يعني مثل البيكون عادي، نسوي بلوك، نحط بلوكات حواليه او تحته مشان يشتغل. فنحنا هلا من اي بلوكات رح نسوي هذا الشي؟ ما حنسوي من بلوكات نادرة او غالية مثل الايرون والدايموند وهيك. بالبيكون العادي راح ناخد هاي البلوكات اللي بتلاقيها المعبد المائي، واللي هي البريزمارين والداك بريزمارين. اوكي، في كتير زومبي، بس المهم هلا شلون راح يكون الشكل. خلينا نحط واحدة هيك بالمي، وتبني واحد. بهي خلينا نطير بس 3 4 5. بهي الطريقة ما بتفرق، فيك تشكل يعني بالبلوكات. بس انا راح اسويها بهذا الدارك بريزمارين لانه شوي احلى. فبتسوي 5 من كل جهة بهي الطريقة. هيك بتسكر عليها، حط بلوكة هيك، بعدين بتحط الكونديت بالنص. لازم يكون في بلوكة تحت. طيب هذا الشي نسيته صراحة. بتسوي مو هيك. فبعد ما حطيت بلوكة تحتها بتحطه هيك بهي الطريقة. بتكسر البلوكات، ومثل ما يكون شايفين شباب تحول لهذا الشكل الأسطوري صراحة. فيك تسوي طبقات أكتر حواليه من هاي البلوكات بهاي الطريقة. هيك وبعدين بتسكر. بس ما حيكون إلها كتير فائدة يعني، بتفرق كتير. فمشان هيك هلا رح نخليها على أبسط ديزاين ممكن. ومثل ما كنتم شايفين غير الشكل الأسطوري اللي عطانا إياه، عطانا كمان خاصية أو مثل بوشن. راح نفتحها هلا ونشرح لكم عنها. فبتكبس هون وإجانا الكانديت باور، لأنه نحن هلأ بالمي أو قريبين عليه، فدائما عم يتجدد الوقت. وممكن تتساءلوا شو بيسوي. طبعا اللي بيعطينا إياه هو water breathing، أنه بتقدر تتنفس تحت المي قد ما بدك، وفيك تضل تسبح لتحت دون ما تضطر تطلع لفوق إذا كنت حوالين الكونديت أو البيكون المائي. وكمان بيعطيك خاصية تانية واللي أتوقع أنتوا لاحظتوها، اللي هي النايت فيجن. فبتقدر تشوف أحسن تحت المي وكمان فوق المي إذا بتطلع وبتكون حوالين هاي المنطقة. فهاي هي شغلة يعني الناس ما بيعرفوا عنها كتير، واللي هي البيكون المائي. صراحة حتى أنا أحيانا بنسى أنه موجود باللعبة. وهو صراحة كتير مفيد، عشان هيك سويت عنه هذا الفيديو عشان أذكركن قديه هو مفيد. ويعني إذا بتقدروا سووا منه حوالين بيتكم، إذا عندكم مثلا شي بحيرة ولا شي. فهاد كان كل شي بفيديو اليوم شباب. بعرف فيديو بسيط ممكن تلاقوه، بس لأنه يعني راجعين من سحبة وإن شاء الله نرجع بقوة أكتر. فدعمونا، ابعتوا الفيديو لرفقاتكم عشان كمان يتعلموا عن البيكون المائي ويستفادوا منه. بس لفيديو اليوم نكون انتهينا شباب. نشوفكم على الفيديو الجاي. مع السلامة.